كنت وحش الشاشة والمرحوم محمود المليجي مجرم الشاشة. ما مدى العلاقة التي كانت بينكما في الحياة الواقعية بعيدا عن السينما؟ الله يرحمه أعظم صديق، لأنه كان فيه وفاء عظيم ليا، وأنا بعتبره من الناس اللي خدموني في أول حياتي، حتى في إنتاجه هو أول واحد اداني فرصة كبيرة برضه، لذلك لم أنساه. طول أفلامي لو تلاحظي كان لازم يشترك معايا محمود المليجي رحمه الله. أيضا كان إلى جانب وجود محمود المليجي هناك مجموعة من يمثلوا أدوار الشر، منهم استفار رستي، محمود إسماعيل، سعيد خليل، وأحيانا سراج منير. ماذا تقول عنهم؟ وأنت بالنسبة لك هل لك مفهوم خاص لأداء أدوار الشر؟ أنا عملتها بطريقة تختلف عن كل الأساتذة دول. يعني محمود المليجي لما كان يطلع يبقى في شر، يبقى في عينيه دي الواسعه كان يبقى فيه شر. انا عملت نوعيه تختلف عنه، عملته بدم خفيف. يعني بيضحك على فاتن حمام وعلى شاديه بنوعيه خفيفه، لدرجه ان في صحفي زمان اياميها كتب ان فريد شوقي هيحبب الناس في الشر. ما الفرق بينك وبين زملائك عادل أدهم وجميل راتب في أداء كل منهم لأدوار الشر؟ لا بختلف برضه، يعني في اختلاف كبير قوي. يعني ما اعرفش، مع حبي الشديد لهم بيزعقوا كتير، ما اعرفش ليه بيزعقوا، التمثيل ما فيهوش زعيق. يعني وهم بيختلفوا. يعني جميل تقول عليه انه ابن زوات، مجرم ابن زوات. عادل ممكن يعمل بلدي برضه، وشرير يعني قاتل يقتل يعني.